فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا هذه الحلقة ورفيقنا للإجابة عن هذه الانشغالات فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بوجري. دكتور سعيد، مرحبا بك. مرحبا بك أخي أحمد. الله يبارك فيك. البدايات التربوية. يعلمنا الإسلام أن نستفتح في كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونعرف أن الحياة من تحدياتها أن نستفتح مواسمنا بالقيام على العيال ومعرفة مدى إمكانياتهم لخوض معركة تربوية جديدة. علمنا الإسلام أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء. كيف نستجلب الرحمة وكيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه البدايات التربوية التي تواجهنا. حقيقة قد يكون فيها من الصعوبات الكثير، لأنه من لم تكن بداياته محرقة لن تكون نهاياته مشرقة. إذن كيف نستفتح؟ كيف يمكن أن تكون بداياتنا التربوية مشرقة؟ هذا هو موضوعنا الافتتاحي. دكتور سعيد، مرحبا بك مجددا. نريد من خلال هذه الكلمات أن نقوي إراداتنا ونحن ندخل رهانا تربويا جديدا هذا العام. كيف يجب أن تكون التصورات التربوية في عقول الآباء وفي عقول المعلمين والمتعلمين؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عنوان موفق يا أخي أحمد في هذا اللقاء. وقد ورد أن حسن النهاية بداية، حسن الانتهاء من حسن الابتداء. إذا كانت البداية حسنة موفقة جيدة مبنية على أسس سليمة وأصول صحيحة، لا شك أن التوفيق يكون حليف من كانت بدايته كذلك. الكثير من الناس يا أخي أحمد يندم بسبب الفشل الذي يقع فيه في نهاية السنة. أحيانا يأتي الآباء ويوجهون بنان التهم إلى المعلمين، إلى المؤطرين في جميع المستويات، فيقولون هؤلاء فرطوا وضيعوا ولم يدرسوا ولم يعلموا ولم يتقنوا عملهم، لذلك كانت النتيجة فشل الأولاد. وأحيانا يشار أيضا ببنان التهم من قبل المعلمين إلى الأولياء، يقولون أنتم ضيعتم وأهملتم، لم تؤدوا واجباتكم التربوية في متابعة الأولاد في الدراسة في الجانب التربوي. ونحن نؤكد يعني هذا العنوان الطيب، البدايات التربوية، لأن التربية هي الأساس. التربية هي الأساس. وصدق الله إذ يقول مبينا وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الحج في الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعدين ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية أو التربية تنصرف إلى النفوس. لذلك لكي لا نقع في مثل هذه النهاية المحزنة، النهاية اللي فيها عتاب متبادل ولوم متبادل، فلنحضر أنفسنا من الآن. ربنا سبحانه عز وجل أمرنا بالإعداد حينما قال وأعدوا لهم. الإعداد مطلوب، كل في مجال عمله، كل في فضائه، الإنسان يعد. وموضوع الإعداد هذا المعنى العميق ورد في آيات كثيرة وورد في أحاديث كثيرة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل متى الساعة يا رسول الله قال وماذا أعددت لها؟ على طول يعني كان
أجاب مباشرة. لو أجاب أن الساعة، لو النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم متى تقوم الساعة فأخبر ذلك السائل، يقول له مثلا تقوم الساعة في سنة كذا وكذا، وما اقتنع. يسأل عن الشهر ويسأل عن اليوم، وربما يسأل عن الفترة، وربما يسأل عن الساعة أو الدقيقة أو الثانية، وهكذا. والأقوام التي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم من خلال هذا الجواب النبوي الدقيق قائل وماذا أعددت لها. إذن موضوع الإعداد مطلوب. ولو عدنا إلى مراجعنا، ولو عدنا إلى علمائنا، مما يحضرني الآن كتاب رائع للدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غدة تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء. كتاب رائع صغير في حجمه ولكن عميق في مضمونه، وأتباعه بكتاب آخر أضخم أكثر من 300 صفحة تحت عنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. في هذين الكتابين يشير إلى عدة معاني تربوية مهمة. من هذه المعاني أذكر خلاصة ما ورد في هذين الكتابين، وهو يؤصل كلامه بالعودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سير الناجحين الذين تركوا بصماتهم في دنيا الناس، بصمات مشرقة، فصارت حياتهم صفحات مشرقة من الأنوار، من الإنجازات، من الأعمال الناجحة. مما ورد في هذه المراجع الإشارة إظهار التوثيق الصلة بالله عز وجل. لما؟ ويعني يبرر ذلك قائلا أن الصلة بالله عز وجل هي العامل الأساس في تحقيق التوفيق والنجاح وفي تحقيق النصر في جميع المجالات. ويذكر آيات كثيرة في مثل قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم إذا جاء نصر الله. معنى كلما وردت كلمة النصر في كتاب الله عز وجل إلا وأسندت إلى رب العزة سبحانه وتعالى، توثيق الصلة بالله. فمن كان قلبه موصل بالله عز وجل وفق. ومما أذكره في هذا الباب دعما لما ذكره عبد الفتاح أبو غدة، كان يقول ابن عطاء الله السكندري، يعني هذا من العارفين بالله عز وجل صاحب الحكم العطائية، يقول من وجد الله فماذا فقد، سبحان الله، ومن فقد الله فماذا وجد. إذن هذا الأصل الأول، هذا المعلم الأول في هذه البدايات التربوية، توثيق الصلة بالله عز وجل. الأمر الثاني الالتزام بالعبادات، لأنه هو يؤكد أن هذه العبادات خاصة العبادات الكبرى، يعني خاصة الصلاة وهي عماد الدين، تمنح الإنسان، تمنح الطفل الصغير، تمنح المتمدرس، تمنح الجميع طاقة كبيرة جدا. هذه العبادات تجعل ذلك الإنسان ملتزما بمنهج الله عز وجل، وهذا يقتضي التوفيق أيضا. وكذلك يشير إلى معنى آخر مهم، أن هذه العبادات خاصة عبادة الصلاة تدفع طالب العلم إلى المحافظة على وقته. لا يمكن أن يتحقق النجاح إلا باحترام هذا المعلم التربوي المهم، هو المحافظة على الوقت واحترام الوقت والانضباط به. هذه مسألة. المسألة الثالثة مرتبطة بالوقت مباشرة. نعم. هو يقول الناس الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يقول لا، يعني في الحقيقة هو أكثر من ذلك، هو الوقت هو الحياة، لأن أعمارا تتكون من تلك السنين والشهور والأيام والساعات والدقائق والثواني. واستحضر أيضا كلمة رائعة للحسن البصري رحمه الله. هؤلاء العارفون بالله في الحقيقة يعني وفقوا كثيرا في إدراك هذه الأسرار، سر النجاح. فيقول الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. لذلك طالب العلم هو أحوج الناس إلى استثمار وقته. هو أحوج الناس إلى استثمار وقته. لما؟ لأن وقته قد يكون عامرا وقد يكون خرابا. فالوقت عمار أو دمار، فالوقت عمار أو خراب. هذا معنى مهم جدا، المحافظة على الوقت واستثمار الوقت في التحصيل العلمي. التحصيل العلمي بدون قناعة. والأمر الرابع الذي تأكد عليه أبو غدة رحمه الله، أكد على ضرورة الاقتداء بالناجحين.
في هذه الحياة. نماذج الأمثلة. نماذج بدءا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم صفوة الخلق. نعم. وكذلك الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وكذلك العلماء الذين استثمروا أوقاتهم فبلغوا شأوا كبيرا في التحصيل العلمي. ومما ذكره في هذا الباب ذكر الإمام النووي، وذكر الإمام ابن تيمية الأب والابن، ذكر يعني هذه النماذج، وذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام. نعم. وذكر الإمام البيروني بالمناسبة، كتب في الهامش قائلا هذا الرجل موسوعة، صاحب الفكر الموسوعي، واستشهد بكلمة لمؤرخ فرنسي يسمى سخاو. نعم. سخاو يتحدث عن الإمام البيروني هذا العالم المسلم قائلا هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. هذه شهادة كبرى في الحقيقة، أن يشهد هذا الإنسان وهو غير مسلم، يشهد شهادة حق عن عالم مسلم ناجح قدوة، يقول هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. هذا كلام ثقيل ذكره عن الإمام البيروني. وذكر هذا المؤلف المحقق بعضا من سيرة هذا الرجل، فمما ذكر قال لك في لحظته الأخيرة قبل أن يموت، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فيذهب إلى بارئه سبحانه عز وجل، يقول جاء عواده زواره الذين حضروا معه، فكانوا يتناقشون في مسألة علمية فقهية. في لحظة من اللحظات قال لهم حينما تجدون جوابا أفيدوني بذلك الجواب. هذا الإمام بن كان حريصا على استثمار وقته في الاستزادة من العلم وفي التحصيل العلمي إلى آخر لحظة في حياته. فقاله أحد عواده لما؟ يعني ماذا تصنع بهذه المعلومة الإضافية التي تضيفها إلى رصيدك العلمي وأنت راك رايح، يعني راك تودع الدنيا. صحيح. ولكن قاله أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها، أي تلك المعلومة، أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. لذلك يا أخي أحمد هذه بعض المعالم، ولكن معالم أخرى يعني ربحا للزمن. فنعتقد أنه الذي كان حريصا على التحصيل العلمي، على الانضباط بالوقت، على الالتزام بالعبادات، على القيام بالواجبات، والواجبات أكثر من الأوقات، إذا استحضر هذه المعالم إن شاء الله ستكون بدايته مشرقة وتكون نهايته مشرقة، فحسن النهاية من حسن البداية. أحسن الله إليك يا دكتور سعيد، شكرا جزيلا. البدايات التربوية هو موضوعنا الافتتاحي هذه الحلقة، ومعالم تربوية لكيفيات البدايات خلال هذه المواسم التي نحن مقبلون عليها من دخول اجتماعي ودخول مدرسي ودخول جامعي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. دكتور سعيد، نبدأ ببعض الانشغالات المكتوبة إلينا. قبل لحظات من بداية البرنامج اتصلت سيدة حدة من البويرة لتسأل عن زوجها الذي رضع من أمها في عمره 2 ولسنوات وشهور، ثم أنجب بعد هذه العلاقة الزوجية طفلا وطفلة. الابن توفاه الله والبنت هي اليوم متزوجة، فتقول شرعا ماذا عليهما أن يفعلا بعدما اكتشف هذا الأمر؟ هل يكمل حياتهما عاديا أم ينفصلا؟ أخي أحمد بارك الله فيك على السؤال، والأخت حدة هي تتابعنا الآن إن شاء الله لتسمع الجواب. أولا يا أخي أحمد لابد أن نتحدث عن البدايات. نعم. المفروض أن المسلم والمسلمة لازم يكونوا عارفين الحد الأدنى من الأحكام الشرعية التي تمنع الجميع من الوقوع في الحرام أو الوقوع في المحظور. فالمرأة حينما ترضع بنتا أو ابنا في مدة الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين كما جاء في الحديث النبوي الشريف. معنى الرضاع الذي يحقق التحريم، اللي يكون به التحريم هو اللي يكون خلال العامين. نعم. هذا رقم 1 مهما كان عدد الرضعات. نعم. لأن القرآن الكريم تحدث عن الحكم، قال وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد. ولكن حينما نعود الفقه الإسلامي دون أن أفصل في الموضوع، فجمهور العلماء جمهور الفقهاء قالوا مطلق الإرضاع سواء كانت رضعة واحدة أو أكثر
لا يهم مطلق الإرضاع، المهم أن يتم الرضاع خلال الحولين، يعني خلال العامين الأولين. طيب، هناك آراء أخرى مثل المذهب الشافعي الذي يقول ب5 رضعات متفرقات مشبهات. طيب، أقول هذا التنبيه المهم، إذا كان المرأة رضعت طفل ولا طفل لازم تكتبه، لازم تشفع عليه باش غدوة كي يكبروا إن شاء الله. ممكن وليدها بغى يتزوج بهذه الطفلة اللي رضعت منها، تقول يا ولدي هذه أختك من الرضاع، والحديث واضح. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واضح. طيب، والآن الأخت حدة من البويرة تقول زوجها رضع من يماها حقيقة، يعني هذا الرضاع مؤكد لا غبار عليه. لا غبار عليه. شهرين بعدين بدأ يرضع لمدة شهور كثيرة، نقول هذا الرضاع يثبت به التحريم. المفروض اللي كانوا عارفين هذا الموضوع يوقفوا هذا الزواج. لا يجوز كتمان هذه الشهادة. أنا نقول هذا الكلام مستثمرا الإجابة عن هذا السؤال. بعض الناس يقول لك يحشموا، يقول لك أنا خايف لو كان نعطي الشهادة نتاعي نفرق بيناتهم، يقولوا فلان راه دخل بيناتهم، دخل بين الظفر واللحم، مش عارف الكلام اللي يقولوا. هذا غير صحيح. هذه شهادة، نكران الشهادة لا يجوز، لأن الساكت عن الحق كالناطق بالباطل. بارك الله. هذه قاعدة ذهبية، الساكت عن الحق كالناطق بالباطل. يكون قدامنا زوج، واحد يسكت عن الحق يشوف الحق ويخبيه، والآخر ينطق بالباطل، كي هذا كي هذا. وهذا لون من ألوان شهادة الزور المحرمة شرعا في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، من وقد اعتبر في حديث صحيح من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، من هذه الموبقات شهادة الزور. طيب، الآن وقد تحققنا من وجود هذا الرضاع، هكذا ورد في السؤال، نقول لازم التفريق بينهما، لازم ينفصلان مع أثارين، يعني يكون هناك أثران. الأثر الأول وجوب الاستبراء، يعني تعتد. الأثر الثاني ثبوت النسب. معناتها عندها العدة الشرعية نتاعها، العدة الشرعية طبعا مادام هي من ذوات الحيض كما أعلم من خلال السائلة، فإذن هي تعتد 3 حيضات لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والأثر الثاني هو ثبوت النسب، يعني هذوك الأولاد الابن اللي مات الله يرحمه ومع البنت ربي يحفظها، النسب نتاعهم يبقى لبابهم وليماهم عادي، ما عندهمش إثم، ولكن ينفصلان. وهي لأن راهي أختي من الرضاع وما تبقاش معاه، مادام هي عندها مواليها وعندها بنت هذه اللي راهي لاباس بها وكذا، تنتقل وتعيش مع بنتها ولا مع باباها ويماها وكذا، وتنفصل عن هذا الإنسان ورخوها والسلام. ولكن أؤكد أنه يعطي لها حقوقها، عندها حقوق شرعية. لمزيد من البيان ممكن يتواصلوا معنا إن شاء الله ونعطي لهم كل التفاصيل. أحسن الله إليك دكتور سعيد وبارك فيك. هل لا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. هذه أرقامنا للتواصل، تفضلوا بالاتصال بنا. أين هي الأرقام سيدة نادية؟ شكرا، هذه أرقامنا للتواصل، تفضلوا بالاتصال بنا ونحن في خدمتكم. المندية الأخت حياة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي بهم، مرحبا. السؤال الأول، عندي الوالدين الكريمين إن شاء الله حسنا متوجهين للبقاع المقدسة للحج. أيوة. الوالدة قامت بشراء 2 كما نقولوا حجاب. أيوة. هو واحد أبيض وواحد باج، ما في حتى يعني ورد ولا كذا، بصح فيه هذاك المجبود تاع المروك في الوسط، يعني سامبل. أيوة. كل واحد كيفاش يقولها، واحد يقولها ما يجوزش تحرمي به، واحد يعني تقدر تلبسه ولا لا. أيوة. السؤال الثاني، الوالد الكريم يسأل بالنسبة للنحر، ينحر شات ولا شاتين؟ لأنه متوجه مع أمي، يعني كل واحد ينحر على روحه ولا ينحر واحدة؟ طيب إن شاء الله. السؤال الثالث، هو يقرأ يعني من كتاب جيد كما نقولوا مرشد. كاين الأدعية في كل شوط، كاين دعاء في كل مقام، كاين دعاء. هل يجوز له أن يمسك الكتاب ويقرأه من الكتاب في البقاع المقدسة ولا لازم يحفظها؟ أيوة. السؤال الرابع، عندي صيام الصابرين نقدروا نقرنوهم مع الدين ولا لا؟ أيوة. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك الأخت حياة، بارك الله فيك.
إلى فرنسا سيدة أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي جوج أسئلة من فضلك. مرحبا سيدة أم فارس. الأول حبيت نسألك اسكي الكافر كي يدخل الإسلام يبدل الاسم بتاعه ولا يبقى على اسمه؟ تسمع فيا؟ نعم. إيه واضح سيدة. وعندي أسئلة. أنا حجيت أنا وزوجي. أيوة. وزوجي شوية عيان وأنا بغيت نروح للحج نحج على أمي. مع جاري ديجا حجيت معاه هو ومرته. مع جاري يروح هو ومرته واخته وعندنا جارة واحدة أخرى. اسكي يجوز لي باش نروح نحج على أمي؟ سمعتهم يقولوا لي فاتت 40 سنة 45 سنة تقدر تحج وحدها. أنا راه في عمري 62 عام. أيوة. من فضلكم تجاوبوني بس قريب ان شاء الله عندي الحجاج يمشيو. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام سيدة أم فارس. بارك الله فيك. نجاوبوك. باتنا الأخت سميرة. الو. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم أستاذ أحمد. مرحبا بك أخت سميرة. وبيك. أي تفضل السؤال. فضيلة الشيخ اللي معاك. الله يحييك ويبارك فيك. شكرا. باغي نطرح عليك زوج أسئلة. مرحبا. لو سمحت. تفضلي. مرحبا. السؤال الأول، أنا نتبع الرعاف. أيوة. في رمضان يعني عند الرعاف يدخلوا الصيام. أيوة. والسؤال الثاني، كان مربيين عندنا قط. أيوة. قط. أيوة. وهذا القط يعني كان اختي تشتيه بزاف. وش يدير؟ وأمي مربية الأرانب. وش مربية الوالدة؟ أرانب. أيوة. راح كلاهم. هاك. والأرانب هذوك كيتزدهم ياكل لهم ريفان وما يخليهم. وبعد خويا بغا يقتلو ببندقية. فاخويا واحد جاب دواء ودارهولو واختي كانت اختي اللي يشتيها دور عليه داتهولو كلاه ومات. دركا تقول لك هذه يعني هذا الشيء يعني في الدين يعني حرام ولا يعني كعبيتي يعني أيوة. إيه فيه حاجات يعني واضحة أخت سميرة. شكرا. بارك الله فيك أخت سميرة. ربي يبارك فيك. فيكم بركة. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، فضاؤكم للإجابة عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أخت سامية من فرنسا. الأخت سامية. أخت سامية من فرنسا معنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على هذه الحصة. واجبنا أخت سامية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين. الأول عندي السؤال الأول بس أنا عندي 4 سنين وأنا متزوجة وما داروليش العرس تاعي. زعما راني دايره الحلال تاعي دايره نورمال عاقده وكاع بصح ما داروليش العرس تاعي. دروك راجلي راه مريض. عندي بنتي ثاني شويه هاي صافا فين مريضه شويه. زعما الناس راهم يقولوا لي كي ما درتيش العرس تاعك صافي صرا لك كاع حد الصوالح. تدي فوا راك بديت توسويس. اسكو هذه صح ولا ماشي صح؟ ريحوني الله يريحكم. علاش ما درتش العرس؟ وعلاه ما درتي العرس أخت سامية؟ والسؤال الثاني أخت سامية. كنتسمعوا فيا؟ أخت سامية. السؤال الثاني وين؟ طيب ما أنا تسمعي. سمعتكم. شوفي الله يجازيك. ما أنا تسمعيناش. سمعتكم. ما تسمعيناش من التلفزيون. سمعينا من جهاز الهاتف مباشرة. السؤال الثاني
الو انا سمعتكم. طيب علاه ما درتوش؟ تسمعوا فيا؟ علاه ما درتو العرس؟ ماشي انا، باسكو الفاميلا تاعو في الاولى قالوا لي نديروا العرس، ابخي كي شافوني هنايا مانيش فاهمه علاه ما داروش العرس. طيب والسؤال الثاني ما سيدي؟ فهمت في هذه. ان شاء الله خير. والسؤال الثاني؟ مانيش عارف، لا ندير العرس ابخي نعاود ندير العرس تاعي نديره ولا مانيش عارفه كيفاش صرالي هكا. واضح اختي. والسؤال الثاني؟ فهمتني؟ تفضلي السؤال الثاني اخت ساميه. السؤال الثاني، عندي راجلي شويه مريض، صافي هذه شعال ما صامش ودروك طاح مريض ما يجبش يصوم، اسكو قولوا لي اش ندير؟ سيتو. بارك الله فيك. السلام يعطيك. عليكم. وعليكم السلام سيدة سامية، وربي يوفقك للخير إن شاء الله. السؤال الله يبارك فيك عمي أكلي الأخيرة حتى لا نكثر. أحلام مصطيف. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو السلام ورحمة الله أخت أحلام، مرحبا. عندي سؤال للشيخ من فضلكم. تفضلي. مرحبا. الأول أنا عندي مشكل صارلي مع الزوج تاعي قبل رمضان، يعني هو كان في حالة غضب شديد، وكي كان في حالة غضب يعني اللي راكي مطلقة قالها لي مرتين في نفس المكان في نفس الدقيقة. أيوة. ولما خرج ورجع يعني هو ما قال لي أنا ما كنتش ناويها وما كانش قلبي، هو ما أخذني بيت أهلي ناوي وانا عايشين دوك عندنا شهرين عايشين عادي نوض بابا عادي، وانا ما خبرت اهلي وما خبر اهله، ماذا المشكل بقى بيني وبينه. هي مليح. هذه الأولى أول مرة يقول هكذا. هذه المرة الأولى. مانيش نسمع فيك. نعم. هذه المرة الأولى. المرة الأولى اللي ينطق هذه الطلقة، المرة طيب. الأولى. الله يجيب الخير. بارك الله فيك سيدة. حبيت نسألكم ثاني، اسكو كي يقولها 3 مرات في نفس المكان، هل صحيح تعتبر طلقة واحدة؟ طيب إن شاء الله نجاوبوك على هذا السؤال إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هذه هي أرقام التواصل بيننا، تفضلوا ونحن في خدمتكم خلال هذا الفضاء يوميا بدءا من 6 مساء حتى 7. دكتور سعيد بوزري من المدية نبدأ. حياة والداها متوجهان للحج. الوالدة اشترت حجابا، الواحد حجاب أبيض والثاني ملونا فيه ورود ومجدوب ومجبود. هل يجوز أن تحرم به؟ طيب بسم الله. أولا إن شاء الله ربي ييسر لهم هذا الحج. آمين يا رب. وربي ما يحرمهم من زيارة البقاع المقدسة. آمين يا رب. هي شرت زوج قالت واحد أبيض عادي، وشرت واحد آخر باج، هي قالت أيضا سامبل معناه عادي. فإذا كان خذينا يا الأخت الكريمة حياة أنه سامبل عادي ساتر لا يثير ماهوش يعني كما نقول توفرت فيه الشروط الشرعية تاع الحجاب، فليس في ذلك حرج. يعني نبه المسألة مهمة جدا. ماهوش معنى كل ما تكون يعني ربما أي شكل من الأشكال في الحجاب معناه لهذا السبب حجها باطل أو شيء من هذا القبيل. لو نأخذ بهذا الرأي احنا نشوفوا يعني الآلاف ماهوش المئات، الآلاف من النساء ولابسين ألبسة عادية من مختلف القارات. صحيح. تجد فيها بعض النقوش، تجد فيها بعض الألوان الخفيفة، ماهوش الألوان هذيك مانيش عارف القوية جدا التي تلفت النظر وتلفت الانتباه وكذا. فإذا ما كانش هناك مبالغة في هذه الألوان، ما كانش فيها مبالغة في هذه الرسوم وهذه الأشكال وكذا، وتفرض فيها الشروط الأخرى أنها طبعا لا يصف ولا يشف وإلى آخر الشروط الشرعية تاع الحجاب، ويكون ساتر الحجاب ساتر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، توفرت هذه الشروط فلا حرج. والأولى أنه كل ما تكون شبهة أو يكون هناك يعني ريب، واحد يبتعد من الريب. قلبه ما مرتاح خلاص. يعني إذا كان القلب موش مرتاح يستفتي قلبك، تقول بلي هذا الحجاب ربما مثير، ربما يثير الانتباه والشيء هذا القبيل. الأفضل هي رايحة البقاع المقدسة تجيب حجيبة أخرى اللي ما فيه يعني توفر فيه كل الشروط، ما فيها لا شبهة ولا حرج
ولا شك، وذلك أولى وأريح لها. بارك الله فيك نعم. دكتور، حسن الله إليك. طيب أبو حياة ينحر شاتين أم شاة واحد؟ نعم، كل واحد يحج على نفسه. أيوة. إذا دخلوا مثلا هو دخل بالتمتع، يعني طبعا هناك ثلاث طرق للحج: الإفراد والقران والتمتع. نعم. فإذا كان دخلوا بالتمتع، يعني دخلوا مثلا بالعمرة، راحوا المدينة المنورة وبعدين راحوا الميقات المكاني وداروا الإحرام. طبعا المرأة تحرم في لباسها العادي، والرجل يلبس لباس الإحرام المعروف، وداروا نية الإحرام، يدخلوا بالتمتع: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هكذا تكون النية، والنية محلها القلب. اللي يدخل بالتمتع، إذا كان الوالد نتاعك والوالدة نتاعك كل واحد منهم دخل بالتمتع، بمعنى يبقوا هكذا بعد ما يأدوا العمرة وينتظروا يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، ويديروا إحرام جديد في مكة المكرمة، يعني من موضع سكناهم. فبالتالي بعد ما تنتهي كل يعني مناسك الحج، يوم العاشر من ذي الحجة في زوج عليهم هدي، في زوج، هو وحده وهي وحدها، وربي يتقبل منهم جميعا. بارك الله فيك شيخنا. طيب بالنسبة للأدعية التي يقرأها السي أبو حياة ولا يعرف هل يذهب ليقرأها من الكتاب في البقاع المقدسة؟ أنا أنبه يا أخي أحمد أنه مدام الحج ما زالوا من الآن، لماذا نذكر بعض الشعوب، يعني دون أذكر يعني اسم معين، يعني قمة في الانضباط وفي المحافظة على المناسك وإلى آخره. وحينما سألنا الجواب واضح، قالوا عندهم الإعداد. احنا كنا نتكلم اليوم على الإعداد والبدايات التربوية إلى آخره. البداية التربوية حتى الحج يا أخي، أعتقد هذا العنوان يستوعب حتى الحجاج. حنقولوا للحجاج: ماهوش واجب عليكم تعرفوا غير الإجراءات الإدارية. الإجراءات الإدارية عرفوها، ولكن ماذا بك منظرك يديروا التدريب من الآن. الجانب العلمي يقراوه، ماهوش حتى واحد يكون عنده شهادة عليا يروح الإمام، إنسان عارف بالأحكام تاع الحج، يشرح له مراحل الحج من نهار اللي يخرج من بلاده حتى يرجع. يعني طبعا الحج يبدأ من الميقات، ماهوش منه، ولكن يكون عنده المعلومات الدقيقة. هذه يفهمها باللغة الدارجة العربية ولا بالفرنسية ولا باللغة القبيلية، المهم يستوعب ويكون عنده هكذا خطة، خارطة الطريق، هذه يتبعها خطوة خطوة. وهذه الأدعية يستثمر الوقت نتاعو هنا قبل الحج باش يحفظ منها ما استطاع. ولكن الاستعانة بالدليل لقيد هذاك المرشد هذا أمر جائز. يدي معاه هذاك الكتاب ويقرأ منه. مثلا إذا كان هو ما يحفظش الاستغفار: اللهم اقرأ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مما يؤلمني كثير يا أخي أحمد كي تشوف الطواف هذوك العجم والله غير يهجيو بو يعني يقراو حرف حرف، يتمرمدوا، يعني يتعبوا بزاف باش يقرأ جملة واحدة. صبح شوف الحرص نتاعهم. وحنا الله يبارك راهي لغتنا يعني اللغة العربية والأمر أيسر، بدليل لو يأتي واحد يعني يتقدمهم فيقرأ الأدعية بصوت عالي شوية ويسمعوه يكرم حتى العجائز ما قرأت ما دخلت المدرسة ولا شيء تقول لا إله إلا أنت سبحانك كلمة كلمة تعودها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكرروا بكل بساطة. حنا نتمنوا هذه الأدعية يوالفها هنا. شيخنا الله يحفظ، أحيانا يشعر الواحد أنه سيسأل ويحاسب كثيرا على العربية. بارك الله فيك بارك الله فيك. واللي اجتهدوا اللي ما قراوش وبعدين دخلوا مدارس نتاع تكوين نتاع محو الأمية بعد سنوات الله يبارك يعني يحققوا خطوات ما شاء الله، يحفظوا بالقرآن ومن الأحاديث الكثير ويقراوا الرسائل ويقراوا الجرنان ويقراوا القرآن يقراوا بشكل ممتاز ما شاء الله. أما في سؤال ورد كي قالت باللي في كل شوط دعاء، أما هذا فغير صحيح. بمعنى لم يرد أو لم ترد أدعية خاصة في كل شوط. أيوة. يا أختنا حياة كاين بعض اللي قيد هذه الكتب يقول لك في الشوط الأول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. لذلك كي يكون الحاج
ينسى الدليل نتاعو، يتوسوس، يقول اليوم هذوك الأشواط نتاعي راحوا أبي بري برك. لا، ما كاش إلا دعاء واحد بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ثم هذا اللي قرأته الآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا النقطة، مش كما البعض وتوفنا مع الأبرار ويزيدوا لها. لا لا، اللي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، طبعا في أصله آية، يعني قرأ بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وفقط. أما باقي الوقت في الأشواط أقرأ القرآن، الأذكار، الأدعية، يعني مطلقا بلا تقييد. استغفار، أي حاجة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا. هذا أخت حياة عن أمها، ثم عن والدها، ثم عن نفسها. عن نفسها تتحدث عن صيام الصابرين مقرونا بقضاء شهر رمضان. هناك من الفقهاء من أجاز ذلك. إذن يا أخت حياة، هناك من الفقهاء، وحنا كي نقول هذا الكلام باش نخلي المشاهدين في راحة تامة، إذا اختلف الفقهاء إن شاء الله الحرج مرفوع. يعني كان اللي يقول كل عمل يفرد بنية خاصة، يعني تديري الدين، صيام الدين نتاعك، وبعدين صيام الصبرين. ولكن هناك من العلماء الذين أفتوا بالجواز، يعني تقرنيهم، تديري النيتين مع بعض، أنك تصومي الدين نتاعك، تقضي الدين نتاعك، وفي الوقت نفسه راك درتي نية أخرى أنك تصومي صيام نتاع 6 أيام تاع الصابرين، اللي هي 6 أيام تاع شوال، ما دام رانا في شهر شوال. وكان لي قرنية أخرى يقول لك نصوم صيام صابرين، ولكن يومي الاثنين والخميس، يعني في كل أسبوع يختار يوم الاثنين والخميس، على لأنه وردت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل صيام التطوع، صيام النافلة في هذين اليومين الاثنين والخميس، أو صيام الأيام البيض. إذن فلا حرج، هذه ساعة في شرع الله عز وجل، فما اتسع له صدر الشريعة لا يجوز أن تضيق به صدورنا. بارك الله. شكرا دكتور سعيد وأحسن الله إليك. سيدة أم فارس من فرنسا دكتور تقول: من يدخل للإسلام جديدا هل عليه أن يغير اسمه؟ ويبدو أن مسألة وحكاية من وراء هذا السؤال. نعم، ليس شرطا يا أخت أم فارس من فرنسا. حنقول ربي يهدي جميع الكفار. آمين. ربي يهديهم جميعا، لأنه ما عندناش أي فائدة في بقاء شخص فوق الكرة الأرضية لا يعبد الله عز وجل على غير ملة الإسلام. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كي يسمع بواحد مات على غير ملة الإسلام يحزن على كل نفس فلتت إلى جهنم. وربنا قال في القرآن: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكن من التعقيدات التي تطرح أحيانا لهؤلاء أنه يقولوا دخل الإسلام، يقولوا لازم تدير كذا 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 من الأمور هذه، يقول لازم تبدل الاسم. ليس شرطا. حنا نسمعوا مثلا روغي غارودي الله يرحمه، مسلم، فيلسوف فرنسي كاثوليكي وكذا، ثم صار مسلما، وزارنا في الجزائر في 1985 في ملتقى الفكر الإسلامي تنظيم وزارة الشؤون الدينية. نقولوا آرثر أليسون البريطاني، وأسماء كثيرة جدا، أسماء لامعة. آرثر أليسون مسلم، كي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يولي خونا. هكذا خويا أحمد يجلس معنا، خونا في الله تعالى، يجمعنا الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. إذا كان عنده اسم لسبب آخر معين، إما هو يضيق به ولا يذكره، كما قال أحدهم، قال كان كي ينادوني بالاسم تاعي القديم يذكروني بكفري. هنا بغى يغير الاسم، هو حر، هو حر يكون عنده اسم آخر، ما يغيرش الحالة المدنية. المسألة مهمة. بعض الناس قالوا لهم لازم تروحوا الحالة المدنية عن طريق المحكمة وتغير الاسم تاعك. لا أبدا، خليه كيما راه، بين قوسين المدعو كذا والسلام عليكم. هذا ما كان. هو اسمه مثلا آرثر أليسون، هو يقول اسمي جمال، نسقيوا له جمال والسلام، وليس شرطا. هذا هو. بارك الله فيك دكتور. سيدة أم فارس زوجها مريض، ربي يشفيه إن شاء الله، وتنوي الذهاب إلى الحج، وهي تقول أن هناك جار وجارة وجماعة، هي تريد أن تحج عن أمها، فهل تستطيع أن تذهب؟ الرفقة المأمونة. احنا نتكلم دائما عن يسر الشريعة الإسلامية.
عن يسر الشريعة. إذا كان محرم الله يبارك، ما كانش محرم، كان رفقة مأمونة. مادام الزوج أذن وتحجي على يماك، رفقة جارك مع زوجته واخته وجارة أخرى، تروحوا في رفقة مأمونة، ربي يبارك فيكم وربي يتقبل إن شاء الله هذه الحجة. فتحجي على يماك، وهذه مسألة أخرى أيضا مهمة، ولا شك يمكن تكون الأم مثلا متوفاة قد تكون أوسط يعني. نعم. وتأتي البنت ولا يأتي الابن ويحج على بابه اللي مات أو العاجز، يعني هذه هدية كبرى يهديها الولد الباباه ولا تهديها البنت ليماها. ربي تقبل، روحي حجي معهم، لا حرج عليك، أسأل الله لك القبول. بارك الله فيك دكتور سعيد. السيدة أختنا سميرة ترعف في رمضان، فماذا عن صومها؟ والله ليس هذا الرعاف يعني خارج عن، أنت طبعا تجتهدي أنه ما يدخل حتى شيء من الحلقة نتاعك، فإذا كان مادام من الأنف والرعاف هذا يأتي يعني ماهوش مقصود، ماهوش هو جاء يعني عنوة وجاء بتقدير الله عز وجل لمرض، أو كان ربما حرارة الشمس وكان ظروف معينة، فبالتالي ما عندك حتى خرج، الصيام صحيح. بارك الله فيك. هو شيخنا سعيد في قضية القطة، يعني معروف في تراثنا تلك المرأة التي دخلت النار في قطة، سبحان الله تورعا كثير من أخواتنا وإخواننا لما يكون يتعلق الأمر بقطة يسألون، يعني نتيجة هذا الأثر من حديث رسول. طيب هذا القط المجرم كان يقطع رؤوس الأرانب ويتركهم، تاقوا به ذرعا وعولوا على أن يقضوا عليه بسم، وأختها يعني استدرجته وقضى هذا القط، ولكن عادوا ربما لهذا الأثر لهذا الحديث النبوي وانتابهم هذا القلق، يعني ما حكم ما فعلوا؟ ويا الأخت سميرة، الظلم حرام. الظلم إذا كان واحد يتعدى على إنسان أو على حيوان، إذا كان ورد أنه طائر عصفور يقتل بغير حق يوم القيامة يعج، يعني يرفع الشكوى إلى الله عز وجل قائلا يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، وكأن هذا العصفور يدرك سر وجوده، قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. إذا كان الإنسان يقتل عصفور باش يأكل وكذا، هذا أمر جائز، لذلك خلق، سخر الله عز وجل لذلك وكرم به الإنسان، وهذا من ظاهر التكريم، تكريم الله عز وجل الإنسان، يسخر هذه الأمور وهذه الطيور وكذا للإنسان، ولكن أن يقتلها عبثا فهذا لا يجوز. ذلك هذا القط صحيح، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة النار فيه الراء ربطت. طبعا إذا كان واحد يروح يجيب هرة ويربطها في الدار ويغلق عليها الباب وما يعطي لهاش تاكل، ولا يطلق صراحها فتأكل من خشاش الأرض، تسيح في الأرض باش تأكل من خشاش الأرض، لأن الأرزاق راهي موجودة في الأرض، اللي دار هكذا فهو آثم. وهذا الحديث النبوي الصحيح هذا ينبهنا جميعا باش نحافظوا على حرمة هذه القطط وعلى كل الحيوان في الحقيقة. هذه بالذات الطوافات، هذه بالذات عندهم حصانة بين قوسين، حصانة خاصة. ولكن إذا كان كما قلت يا أخي أحمد، هذا القط اللي راه يتعدى ويقطع رؤوس الأرانب، معنى راه حقار، راه ظالم، إذن هذا الظالم يعني يعاقب. ونفضل أن يكون العقاب غير ذلك في البداية، يعني يخرجوه من الدار مباشرة، يستبعد. يعني إذا كان هو يعرف طريق ويعرف الدار ومازال يجي ويتعدى ويعتدي، ما فعلتم فيه حق ولا إثم عليكم. فإذا كان في نفسكم مازال حاجة، قلوا ربما رحنا مباشرة للحل هذا نتاع القتيلة، توبوا لربي سبحانه عز وجل، وربي تواب رحيم. يجزي الاستغفار؟ نعم يجزي الاستغفار طبعا، الاستغفار يجزي ولا شيء يفعل بعد ذلك. يجزي الاستغفار إذا كان مازال في قلبكم حرج، ربما ما درتوش هذا السلوك، الأفضل تبعدوه من الدار. فإذا كان رجع يتعدى ويقطع رؤوس الأرانب ثم تقتلوه ما عندكم حتى حرج، استغفروا ربكم إن شاء الله، ورب سبحانه غفور رحيم. أحسن الله إليك دكتور سعيد، شكرا جزيلا. ها هي أختنا سامية من فرنسا أيضا، ربما بعد 4 سنوات زواج وابتليت بأن مرض الأب ومرضت البنت أيضا، وتحركت الألسن في القول بأن حفل زفافكم هو سبب
هذه التبعات إن صح التعبير التابعة التي تعانيها، فتوسوست المسكينة من هذه الأقوال وتطلب منكم أن تجيبوها على وضعها هذا. يا أخت سامية، لو كان نأخذ كلامك هذا يعني على ظاهره، إذن كل الأسر اللي عندهم مشاكل، هذا عنده لاكسيدا، عنده حادث سيارة، وهذا عنده مرض، وهذا دار عملية جراحية وكذا، إذن لازم يبحثوا في ليس شرطا، هناك أقدار، هناك أقدار. احنا باش يكتمل إيماننا لازم نمنوا بواحد الركيزة اسمها الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. نقول مرحبا باللي أعطى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قدر الله وما شاء فعل. سبحانه. هذه مسألة باش ننبه إلى القدر، ولازم كل واحد منا يستقبل القدر بهذا الإيمان. طيب، أما بالنسبة لموضوع العرس هذا حنقولوا، أنت سألتها لماذا ما درتوش العرس، جاوبت بسبب عائلتها. حنقولوا أصلا إذا كنتم ما درتوا الوليمة، درتوا عقد الزواج، الفاتحة وعقد الزواج في البلدية، يعني كل هذا تم، ودرتوا وليمة في داركم انتم، أو تم الإعلان، خطر موش لازم يكون كورتيج كما راكم يديروا الناس ولازم 65 سيارة وكذا إلى آخره، ليس شرطا. الإعلان يكون بالدف ولا الإعلان بالكلاكسون ولا الإعلان، المهم الناس عارفين، وماشي كاع الأمة الإسلامية تعرف هذا الزواج، على الأقل هذوك العائلتين والجيران والحومة وكذا. إذا كان هذا يا الأخت سامية تحقق، معنى أعلن الزواج، هذا حلال، وما كان حلالا يكون معلنا. فإذا تحقق الإعلان إذن لا مجال للوسوسة. فلانة مرت فلان، خلاص أنت معروفة سامية، مرت فلان والناس عرفت والسلام. إذا كان عائلته واعدوا باش يديروا ربما عرس كبير وبعدين ما داروش، خلاص ما دمتي وصلتي وبدات الحياة الزوجية عادي وكذا واستقرار إلى آخره، بطلوا، وكل عمل يؤجل في الحقيقة هذا مصيرها عموما. وبعدين أنت بعد ما صار هذا الأمر، زوجك مريض وبنتك مريضة وبعدين جاك الوسواس، لا، بعيدي أصرفي عنك هذه الوساوس واعتبرها أقدارا، وقولي قدر الله ما شاء فعل، استقبل القدر بهذا الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله، وادعي الله عز وجل باش يرفع هذا البلاء، وربي يشفي زوجك ويشفي بنتك من كل مرض. بارك الله فيك دكتور سعيد وأحسن الله إليك. طيب، هي يعني بار الله يبارك بزوجها، وتقول أنه نتيجة لمرضه وازدياد حالته وسوءها لم يصم. هي قالت ماذا أفعل، يعني كيف أتصرف مع زوجي؟ الله يحفظك، ربي يبارك فيك. فإذا كان مرضه لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، فبالتالي ننتقل للإطعام. إطعام عن كل يوم مسكينا واحدا. إذا كان طبعا 30 يوم، الله يبارك اسمه 30 يوم، عن كل يوم الحد الأدنى، دائما نكرر هذا المقدار أو هذا التقدير، 25 دينار الحد الأدنى. إذا كان أكثر الله يبارك، 25 30 50 دينار، واش قدرتوا 100 دينار إذا كان قدرتوا، ولكن نذكر الحد الأدنى الذي يجزئ وتبرو به الذمة. خاطر أخي أحمد أحيانا يسأل بعض الناس يقول لك يا عجبة 25 دينار هذه واش تشري بها كاسكروت وما تشريش، يعني 25 دينار. حنقولوا هذا المقدار أولا مطاق، يعني مقدور عليه من معظم الناس. صحيح. رقم 2 أنه يجزئ وتبرؤ به الذمة والسلام. واللي بغى يزيد عن كل يوم يدفع 100 دينار، الله يبارك، 100 دينار عن كل يوم في 30 يوم يقدم 3000 دينار يمدها للفقراء والمساكين، الله يبارك، عن كل يوم إطعام مسكين واحد، وبذلك تبرؤ ذمته. إذن هذا هو، ديروا هذا الشيشة، هذا هو العمل، وإن شاء الله بذلك يكون مأجور إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الشفاء. بارك الله فيك دكتور سعيد. على غير العادة زوج الأخت أحلام نطق كما تقول بطلقتين مرة واحدة، ثم عاد إلى بيته وقال لم أقصد، لم أكن أتصور يوما أن أقول هذا الكلام. هي تقول أن لم نخبر أهلنا، نحن في بيتنا والحمد لله، ولكن ما الذي حدث شرعا؟ هل هذا الطلاق كيف هو؟ أولا بالنسبة لعدم الإخبار للأهل، هذه مسألة مهمة جدا. أخت أحلام نقول لكم بارك الله فيكم، كي زوجك ما تخبروش. يا أخي أحمد أحيانا ولا غير كارثة، صح،
الراجل يطلق مرته ينشرها. بكلمة الخبر يخرج في كل وكالات الأنباء تسمع الدشور والكذا والحومة إلى آخره. ومرة واحدة بعث لها في الأسماس، والطلاق بالأسماس هذا ظاهرة ثاني غريبة وخطيرة. خذت هذاك الأسماس ورته كاع للأمة الإسلامية كاع اللي شفتهم، شوفوا زوجي طلقها ولازم تقرأ. حكي تقول لها أنا صدقتك، تقول لك لا أحمد قراه. لماذا؟ معنى كي يخرج الخبر هو يزيد يسمع باللي هي شهرت به، ثم حتى كي يندم ربما يريد باش يتراجع ويدير رجعة، ربما ثم يقول خلاص مادام هكذا ما نكمل ما نرجعش للنور. الكلمة خرجت كرصاصة، ما كانش مارشاريير، خليها لقدام أبو علام زيد القدام، وهي كارثة بالمناسبة. شيء درتو يعطيهم الصحة، وكونها ما خرجتش من البيت أيضا هذا أيضا ممتاز. طبقت قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، هكذا يقول رب سبحانه، وطبقه هو أيضا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني كي يكون طلاق لا قدر الله، الزوج ما يخرج مرته من بيتها بالسيف عنوة قهرا، وهي لا تخرج أيضا برضاها. هذه يعطيكم الصحة كي انت كي هو، ولكن كونه قالك أنت مطلقة مرتين قلت في نفس المكان وفي نفس الدقيقة، وقع الطلاق طلقة واحدة. مادام قالها بكلمة الطلاق لا تشترط فيه النية، ما نشفي في اللفظ الكنائي في الكناية ولا هذا كلام صريح. والعلماء علماء الأصول يقول إعمال الكلام أولى من إهماله، خلاص. والعبارة تغني إذن واضحة. ولكن هذا يعتبر طلقة واحدة رجعية، طلاق رجعي، معنى يرجعك مدام حصل هذا كما قالت قبل رمضان، هكذا قالت تقريبا قبل رمضان، إذا مازال وقت العدة. إذا كان رجعك الله يبارك، إلا ما رجعك شيء رجعك بكلمة واحدة، ومنتي ما خرجتيش من الدار فلا ولا شيء عليكم. ما ديروا لا عقد جديد ولا مهر جديد، ما تجيبوا لا شيخ الجماعة ولا ديروا وعدة ولا ما ديروا ولا شيء، لا تقولوا حتى وما تقولوا حتى شيء، رجعوا والسلام. بارك الله فيك دكتور، أحسن الله إليك. السؤال آخر 3 مرات هذه تفضل شيخ. هي أيضا الأخت أحلام قالت 3 مرات في مكان واحد، هل طلقة واحدة؟ نعم، هذا رأي فقهي معتبر، ودائما نؤكد على الاختلافات الفقهية. هناك رأي فقهي معتبر جدا يقول أن الراجل إذا طلق مرته في مجلس واحد يقولها أنت طالق طالق طالق، ولا يقولها أنت طالق 20 مرة، هذا الكلام في مجلس واحد يعد طلقة رجعية واحدة. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك شيخنا ويحفظك. إلى الجلفة أعتقد فاطمة، أخت فاطمة التلفزيون لو ألو. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت فاطمة. أخت فاطمة. نعم زوجي حيطرح السؤال. طيب مرحبا به، ولكن انت الله يجازيك نقصي التلفزيون. نقص التلفزيون. نعم نقص. شكرا. أيوه. مرحبا سيدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك خويا. الاسم عندي سؤال. الاسم يعني الكريم. ماشي سؤال حكايه شويه طويله، انا عيطت من بعد السيد بزري معليش. تفضل. وشنو نطرح عليك سؤال واحد، صرا واحد النقاش. ايوه. انا عندي تزوجت عندي سنين زواج. ايوه. صح. تزوجت مع مرتي، ولكن عايش مع يما وزوج خواتاتي في الدار. ايوه. هكذا. ايوه. السمانه الاولانيه ديجا ما كانش حوار بيناتهم، صرا دوات، صرا يما مرتي خواتاتي، صراو مشاكل كاع. واش درت؟ رفضت مرتي وخرجت، رحت كريت هكذا. ايوه. قعدت مع مرتي وحدها، قعدنا كيف ومن بعد جبنا طفله، زيد الطفله، ولكن عايش معها وكاين مشاكل معها. مشاكل وشنو هما؟ كل ما تصرى حاجه صغيره تجبد لي يما كذا يما كذا يما كذا واختك كذا، وتعايرهم لي. لا علينا صبرت على هذا الشيء حتى وين صرات واحد نهار زادت عاود رجعت حتى لدارهم، يا مات اشهر كاع، حتى بنتي زادت، غير زادت بنتي رحت لدارهم، صرا مشاكل، رحت عند باباها ويماها، قعدنا 4 أشهر، عاودت الولاد كيف
زدنا قعدنا ودائما مشاكل دوات انا وياها على حاجه والو، يصرى نقاش وتجبد لي يما وتجبد لي اختي وتجبد لي كذا معليش. ودائما كاين حوار مع باباها هكذا نعاود نرجعها. صارت واحد 3 خطرات. هذه الخطره هذه صرا دوات يعني حكايه طويله حتى وين قلت لها انت طالق. ايوه. اسمع استاذ. ايوه هي تفضل. انت طالق. انا ما كنت زعفان وكذا، ولكن صريح يعني هدرتها علاش. نطرح عليك سؤال استاذ، وشنو هو الحكم المراه اللي تضرب راجلها؟ تضربه بكف. ايوه. هذه واحده. والمراه اللي تعاير راجلها هذه زوج. ايوه. انا على جال هذه زعفت وقلت الكلمه هذه وقلت لها راكي طالق يعني، وراهي مطلقه، رانا في دار واحده طلقتها. طيب متى حصل الطلاق؟ متى؟ تمام. يعني ولا كاين دوك انا السيد اثناء هاي المراه هاي قدامي حبيت تطرح سؤال. طيب مرحبا مرحبا. سيدة فاطمة. الحكم في الطلاق هذا يعني واضح سيدي الكريم، واضح، ربي يبارك فيك. طيب ما عندناش وقت كبير. سيدة فاطمة وشنو سؤالك؟ الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدة فاطمة. أستاذ من فضلك أنا سمعت واش قال زوجي، نطلع أنا الأسئلة. أيوة. كي قال لك الضرب لحقنا العنف دفاع شرعي، لأنه شغل دائما يتهددوا يمد يدوا عليا. أيوة. وأون بلوس كاين دراري بيناتنا، كاين طفلة وطفل، طفلة 5 سنين وطفل عامين، دائما مرهوبين عايشين في رعب مستمر، وانا زمان نجبد ماليه ولاد دائما هو يحضرهم لي في الوسط، على ذلك خرجت وعلى ذلك خليتهم يما واخواتاتي وعلى ذلك كل يوم، وهذا وبس بعدم مسؤوليه. الدار علما ان الدار الخيره انا اللي نكريه المسكن ديالي يخصوني وحدي، انا نديرهم هي الزوج. جو سوي بريزون تاع توتال لا بريزون توتال ديالي تاع لو لواي ديالي. اون بلوس الدراري دي فوا بيان سور شهريه ديالو ما تكفيش، دونك لازم انا دائما نغطيه. انا عايشه في ضغط مستمر دائم وما لازمش ننطق. شغل بوغ لوي لازم هذه المراه جبتها عبيد ولا جبتها تخدم لي. سي بوغ سا جو فولي فواغ الدكتور سعيد البويزري. هذه على هذه العقليه. سيدة فاطمة. هو يدير هذا الخير. سيدة فاطمة. تفضل. الوقت ما عنديش، فقط نخاف لان نضطر نقطعك. هذا ما كان. شكرا. ان توكا فوالا هذا الضغط يعني هو عطى كلش في صالحه. انا اللي قلت ماذا بيا هذا الطلاق برك شرعا، والاطفال وقتاش صار هذا الطلاق؟ وقتاش صار؟ عنده لو 26 عنده سمانه قلنا با 4 جور ولا 5 جور. طيب هذا واحد. واثنين بالنسبه لما مشيتي لدار باباك المره الاولى ما قالكش طالق؟ لا نمشي لدار بابا يما تحاوزنا، نمشي لدار بابا بس تحاوز من طيب. واضح. في كل ما يقدرش يدير لا. طيب الله يحفظك. بين امه وزوجته ما عندوش يقدرش يدير سكن. اخت فاطمه الله عايشين في ضغط مستمر من امه. طيب اخت فاطمه ما عندناش حياه مستقله. الله يحفظكم لبعض ان شاء الله. اخت فاطمه خلي رقمك ورقم الزوج عند زملائنا، لانه بالفعل الوقت اليوم كان اسبق منا، وكنا نعرف ان الانشغال هذا يكون في بدايه الحصه. سامحونا لم يبقى علينا وقت. نعتذر ايضا الاخت ساميه من فرنسا كانت تنتظر. طيب الصلح خير في برنامج هلا سالوا. دكتور سعيد كلمات، لأن الله الغالب صدقني خرج من الوقت من تحكمي فيه. تفضل. بارك الله فيك اخي احمد. اذا ان شاء الله يكونوا خلاو الارقام تاعهم. أيوة. باش نتصلوا بهم ان شاء الله بعدين. ولانه القضيه في الحقيقه تحتاج الى صلح. ايوه كما قلت تحتاج الى صلح، ولكن هكذا على عجل. ايوه. اولا بالنسبه للحكم الشرعي، بالنسبه للحكم الشرعي هذا طلاق رجعي. الله يبارك. يرجعها. طيب ماذا انتهى الوقت؟ درك يا اخي احمد اذا نعدهم يا الاخت فاطمه كي انت كزوجك نوعدوك باش نجاوبوا في اليوم الاحد القادم بالتفصيل ان شاء الله، وفي نفس الوقت بعد الحصه ان شاء الله. شكرا لشيخنا الدكتور سعيد البوزري. نلتقي غدا بحول الله. السلام عليكم.